كأس العرب على الأبواب. وفي هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على جميع المنتخبات اللي مشاركة في كأس العرب. غادي نتعرفوا على جميع المجموعات الأربعة اللي كاينة وكل فرقة من كل مجموعة، وأيضا غادي نديروا توقع من كل مجموعة شكون هو المنتخب اللي غادي يتأهل الأول والمنتخب اللي غادي يتأهل الثاني. وهذا الفيديو هو واحد من سلسلة ديال الفيديوهات اللي غادي نتابعوا فيها بطولة كأس العرب، واللي سبق لي درت فيديو على تاريخ كأس العرب. إلا كنتي مازال ما شفتي غادي تلقاه في صندوق الوصف. الدعم ديالكم مهم ليا معنويا باش نعرفكم انكم مهتمين بحال هاد الفيديوهات. وبلا ما نزيد نطول عليكم كتر ندخلوا في الفيديو ديالنا. هاد النسخة من كأس العرب غادي يشارك فيها 16 منتخب، واللي نقاسموا على 4 ديال المجموعات. نبداو بالمجموعة A، المجموعة اللي فيها البلد المنظم المنتخب القطري، إلى جانب المنتخب التونسي والسوري والفلسطيني. نبداو أولا بالمنتخب القطري تحت قيادة المدرب الإسباني جولين ليبيتيغي، اللي أعلن على اللائحة الرسمية لنهائيات كأس العرب اللي اختار فيها 23 لاعب، تشكيلة محترمة وفيها بزاف ديال اللاعبين الوازنين في قطر بحال أكرم عفيف، أحمد فتحي، طارق سليماني. ولكن المفاجأة كانت استبعاد لاعبين بارزين كانوا ركائز في السنوات الأخيرة بحال معز علي، حسين الهيدوس وخوخي بوعلام. وهذا الشيء كيبين أن لوبيتيغي بغى يضخ دماء جديدة ويبدل الهوية ديال المنتخب. قبل البطولة خاض المنتخب القطري ماتش ودي ضد زيمبابوي وخسر فيها ب2-1، وكانت فرصة للمدرب باش يجرب بعض اللاعبين قبل ما يحسم في اللائحة النهائية. قطر غادي تفتتح البطولة بمواجهة فلسطين على أراضي ملعب البيت، وما عندنا ما نتسناو من قطر من غير تنظيم رائع وملاعب عالمية كيف ولفاتنا قطر. المنتخب الثاني اللي كاين في هذه المجموعة هو المنتخب التونسي. اللائحة النهائية جا فيها 23 لاعب، من بينهم 10 ديال اللاعبين محترفين خارج تونس. المدرب سامي الطرابلسي اختار مزيج بين اللاعبين ديال المنتخب الاول ولاعبين جدد باش تكون المشاركه في هذا العرس العربي فرصه لتحضير الكاس افريقيا. فالطرابلسي استدعى بزاف ديال اللاعبين الاساسيين ديال المنتخب الاول باش يستغلوا كاس العرب لتحضير مباشر لكاس افريقيا. المنتخب التونسي دار تحضيرات متقطعه بسبب الالتزامات ديال اللاعبين مع الانديه ديالهم، ولعب بعض الوديات اللي جرب فيها الطرابلسي عناصر جديده، ولكن المشاركه الكبيره ديال لاعبي المنتخب الاول كتبين ان تونس غادي تدخل البطوله بجد. تونس اللي سبق ليا توجات بكاس العرب في سنه 1963 كيف ما كنا شفناها في هذا الفيديو هذا اللي ذكرنا فيه التاريخ ديال كاس العرب وجميع المنتخبات اللي فازوا به. المنتخب الثالث اللي عندنا في هذه المجموعه هو المنتخب السوري، اللي قدر يحجز المكانه ديالو في كاس العرب بعد ما تجاوز مباراه الملحق اللي لعبها ضد منتخب جنوب السودان اللي انتصر فيها وضمن بطاقه العبور للمجموعه الاولى. المدرب الاسباني للمنتخب السوري خورخيس، رغم انه عنده بزاف ديال الغيابات عند بعض اللاعبين بسبب الالتزامات ديالهم مع الانديه، الا ان المنتخب قدر يقدم اداء قوي ويتاهل بكل استحقاق. السلبيه اللي عند المنتخب السوري هو الغياب ديال اللاعب عمر السومر اللي بطبيعه الحال غادي يتاثروا بالغياب. المنتخب الاخير في المجموعه الاولى هو المنتخب الفلسطيني اللي داز من التصفيات من بعد مباراه صعيبه ضد ليبيا، واللي دازوها عن طريق ركلات الترجيح بعد تالق الحارس رامي حماد. كانت هذه هي المجموعة الأولى، واللي أنا شخصيا كنظن أن المنتخب القطري هو اللي غادي يتصدر المجموعة، والمنتخب التونسي غادي يكون الوصيف ديال المجموعة. ندوزو الآن للمجموعة الثانية اللي فيها المنتخب المغربي إلى جانب المنتخب السعودي والمنتخب العماني ومنتخب جزر القمر. المنتخب المغربي تحت قيادة طارق سكيتيوي عنده كتيبة جيدة، خليط بين أفضل اللاعبين اللي كاينين في الدوري المغربي زائد أفضل اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوريات الخليجية أو في الدوري المصري. سكيتيوي من بعد الاداء الكبير اللي قدم في الاولمبياد باريس وبعدها فوز بكاس افريقيا للمحليين، ها هو الان كيدخل بطوله جديده بكل ثقه من الجماهير مع لاعبين كلهم خبره بحال اشرف بن شرقي، وليد الكرشي، عبد الرزاق حمد الله، طارق تيسودالي والكثير من اللاعبين. ولكن الامور ما غاديش تكون بهذه السهوله، لان المنتخب السعودي اللي هو ثاني منتخب في هذه المجموعه ايضا كيتعتبر منتخب قوي تحت قياده المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونالد بالتجربه الكبيره اللي عنده، وايضا لاعبين جيدين اللي عندهم. من ابرز النجوم اللي كاينين في المنتخب السعودي عبد الله حمدان، صالح الشهري، فارس البريكان والعديد من اللاعبين اخرين اللي كيتعتبروا لاعبين جيدين. فالسعوديه غادي تلعب بصفوفها الاساسيه
اسيا ومنتخبها الاول. رونار شدد انه ما غاديش يرجع باللقب، ولكن غادي يبذل اكثر ما عندهم باش يحققوا المراكز متقدمه في البطوله، ولكن بطبيعه الحال هذا كلام فقط باش يحيد الضغط عليه. عندنا المنتخب العماني هو المنتخب الثالث في هذه المجموعه اللي تاهل بعد فوزه على الصومال بركلات الترجيح اللي خرجت ب4-1 بعد الملحق المؤهل. والمنتخب الاخر اللي عندنا في هذه المجموعه هو منتخب جزر القمر، واللي هذا هو التاهل الاول ليه في التاريخ ديالو من بعد ما فاز على اليمن بركلات الترجيح من بعد تعادل 4-4. منتخب اللي جيد واللي كلنا اكتشفناه في كاس افريقيا السابقه، وكان ممكن لي نحطه هو الحصان الاسود في هذه المسابقه، ولكن مع الاسف طاح في مجموعه اللي كتضم منتخبات قويه بحال المغرب والسعوديه. وانا شخصيا كنظن ان المغرب يكون هو متصدر هذه المجموعه والسعوديه هي الوصيفه. المجموعه الثالثه السي اللي فيها مصر والاردن والامارات والكويت. المنتخب المصري غادي يدخل كاس العرب بالفريق الرديف، ولكن فيه لاعبين كبار في المنتخب الاول وعندهم خبره كبيره بحال محمد النني وعمر السوليه والونش، وبحال هاد اللاعبين هما اللي غادي يعطيو الثقه والخبره وسط المجموعه. المدرب حلمي طولان اعلن على قائمه فيها خليط ديال التجربه والشباب باش يكون عنده فريق متوازن وقادر يوصل لابعد نقطه في البطوله. الفريق المصري عنده شخصيه ويقدر يمشي بعيد، خصوصا اذا تقلق لاعبين بحال نيني والسوليه وقدر الهجوم يستغل انصاف الفرص. المنتخب الثاني في المجموعه السي هو منتخب الاردن، المنتخب اللي دخل بطوله كاس العرب بمعنويات عاليه بزاف، خصوصا بعد الانجاز التاريخي ديالو اللي هو التأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ. هذه الثقة خلت الجماهير تتوقع مشاركة قوية في البطولة العربية. المدرب المغربي جمال السلامي اعلن على لائحة فيها خليط ديال اللاعبين المجربين واللاعبين الشباب الواعدين، وجمال السلامي باغي يستغل هذه البطولة باش يزيد الانسجام قبل كأس العالم وباش يختبر لاعبين جداد في منافسة قوية وباش يثبت أن التأهل للمونديال ماشي صدفة. المنتخب الثالث في هذه المجموعة هو منتخب الإمارات. الإمارات اللي عندها العديد من اللاعبين المجنسين خصوصا من البرازيل، والامارات كتشارك بالصفوف ديالها الكامله، وخاصه مع تقويه المنتخب بعدد من اللاعبين المجنسين اللي كيضيفوا جوده وتنافسيه كبيره داخل التشكيله. الامارات باغا تمشي بعيد في هذه البطوله وتمر من دور المجموعات باي ثمن. والمنتخب الاخر اللي عندنا في هذه المجموعه هو المنتخب الكويت اللي قدر يحسم بطاقه التاهل لكاس العرب بعد ما فاز بشكل مستحق على منتخب موريتانيا في الملحق التصفيات بنتيجه 2-0. وبهذا الانتصار رجع المنتخب الكويتي للمنافسه بعد الغياب ديالو على النسخه اللي دازت. الصحافه الكويتيه اشادت بزاف بالاداء ديال المنتخب، وخصوصا الدور الكبير ديال الجماهير الكويتيه اللي حضرت بكثافه في الملعب، وحتى الاتحاد وفر طائرات خاصه باش المشجعين يتنقلوا للدوحه، والعديد من المشجعين سافروا حتى على حسابهم الخاص، وهذا خلق اجواء قويه وساعد المنتخب باش يقدم احسن نسخه ديالو. وانا شخصيا كنظن ان في هذه المجموعه غادي يتاهل المنتخب الاردني هو المتصدر والمنتخب المصري هو الوصيف. المجموعه الاخيره اللي عندنا المجموعه دي فيها المنتخب الجزائري والعراقي والبحرين والسودان. نبداو بالمنتخب الجزائري اللي داخل على هذه البطوله وهو من ابرز المرشحين باش ينافس بقوه على اللقب، خصوصا وانه جايب قائمه عامره بالخبره وبالاسماء الكبيره في الساحه العربيه. فالمشاركه القويه ديال الجزائر في النسخه ديال 2021 اللي ربحوها والمستوى ديال اللاعبين الحاليين كيخلي الجزائريين يحطوا الجزائر ضمن اكبر المنافسين على كاس العرب. المنتخب الثاني اللي عندنا في هذه المجموعه هو المنتخب العراقي اللي في هذه البطوله كيعتمد على لاعبين ذو خبره بحال جلال حسين، ماركو فرج وايمان حسين باش يكون عنده توازن بين الدفاع والهجوم ويقدر ينافس بقوه ويتاهل للادوار القادمه. المنتخب الثالث اللي عندنا هو المنتخب ديال البحرين اللي تاهل كاس العرب بعد الفوز ديالو على جيبوتي بنتيجه 0-1 في الملحق. وفي الاخر عندنا المنتخب السوداني اللي تا هو تاهل كاس العرب بعد ما فاز على لبنان في الملحق. وانا شخصيا كنظن ان المنتخب العراقي هو اللي غادي يتصدر هذه المجموعه والمنتخب الجزائري غادي يكون الوصيف. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ولا بغيتوني ندير فيديو اللي نتوقع فيه جميع مباريات كاس العرب خليوها ليا في التعاليق. ما تنساش الا كنتي ما دايرش متابعه تقدر هذه تكون اخر مره غادي تشوفني فيها. شكرا جزيلا على المتابعه ونتلاقاو في مقطع قادم.